أهلا بيكم في حلقة جديدة من Inside Out Channel. الوقت ده وقت خاص جدا لينا كعيلة، بنحتفل بالكريسماس وبراس السنة، وكعادة كل سنة بننزل ونشتري الزينة اللي هنزين بيها بيتنا. من يومين أنا وبيتر جوزي قعدنا ونزلنا صور كتير من على بنترست من على انستجرام، قعدنا نفكر كده ونبتكر احنا عايزين نزين بيتنا ازاي، وعملنا الميزانية المتينة واستعدينا للصرف الجامد ونزلنا عشان نشتري الحاجات بتاعتنا. ولما نزلنا قعدنا نتفرج على الحاجات، منها حاجات غالية، منها حاجات حاسين انها شبه حاجات اوريدي عندنا في البيت، منها حاجات قلنا نجيبها احتياطي مش عارفين نستخدمها في ايه بس يلا نجيبها وخلاص. ولما جينا للوقت اللي فيها ندفع فلوس كتير قعدنا نفكر هو احنا بجد عايزين نشتري الحاجات دي؟ طب ليه بنجيب حاجات واحنا مش عارفين هنستخدمها في ايه؟ وقررنا ان احنا مش هنشتري حاجة وهنروح وهنطلع الحاجات اللي اوريدي موجودة عندنا في البيت، وبعدين نشوف احنا ايه اللي محتاجين نشتريه وبعدين ننزل نشتريه. والحقيقة لما روحنا وعملنا كده مع كل حاجة قعدنا نطلعها افتكرنا ذكريات جميلة جدا، ذكريات بتفكرنا بناس اشترت لنا الحاجات دي او حاجات احنا اوريدي اشتريناها قبل جوازنا عشان نستعد لبيتنا الجديد وللميموريز الحلوة اللي هنعملها في سيزن خاص زي ده. وحسينا بامتنان رهيب لكل الذكريات دي، وامتنان رهيب بالاحساس اللي احنا حسيناه والورمث اللي احنا حسيناه، وكانت ليلة من احلى ليالي عمرنا فعلا. وده خلاني افكر في موضوع حلقتنا النهاردة، وهو عن الجراتيتيود او الامتنان. ايه هو الامتنان؟ الامتنان هو حالة او موقف انا باخده فيه بقرر اني اكون شخص ايجابي، مش شخص متذمر او مش عاجبني حاجة. بسهولة عيني تقدر تشوف الايجابيات في الناس من حواليا او المواقف حتى لو كان يومي وحش جدا جدا. مقولة قريتها من كام يوم عجبتني جدا وعايزة أشاركها معاكم، بتقول كده: Gratitude is shifting from getting what you want to wanting what you've got. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجراتيتيود بيساعدني أتحول من شخص عايز يمتلك أكتر لشخص عنده قوة ملاحظة للحاجات اللي اوريدي هو بيمتلكها. الثقافة الاستهلاكية من حوالينا بتبني عندنا الرغبة والاحتياج إني أمتلك أكتر، أكون أكتر، أعمل أكتر. لكن الجراتيتيود بيساعدني إني أشوف أنا أصلاً بقيت إيه، أنا عملت إيه في حياتي، أنا إيه موجود عندي، إيه resources اللي أنا already امتلكتها وينفع أستخدمها وأعمل أقصى استفادة منها. الجراتيتيود هو التحول من ستاتس اسمه it's never enough it's not enough لحالة من الساتسفاكشن. وأنا مش عارفة كم حد بيتفرج على الحلقة دي يقدر يقول أنا شخص حاسس بالساتسفاكشن في حياتي، حاسس اني عارف استفيد من كل حاجة انا بمتلكها بالفعل. ليه مهم نمارس تدريب الامتنان في حياتنا؟ اول حاجة ان الامتنان بيساعدنا نبقى في حالة صحية جسدية ونفسية وعقلية احسن. من الابحاث اللي قريتها عن موضوع الجراتيتيود ده، دكتور قرر ان هو يشوف قد ايه تدريب الامتنان ده ممكن يساعد من الحالة الصحية لاوضاع الناس، واختار مجموعة بشكل عشوائي، واهتم جدا انه يختار ناس منها في وضع صحي مستقر، وناس بتعاني من الضغط، ناس بتعاني من التوتر، ناس بتعاني من اضطرابات النوم، وناس بتعاني من مستويات مختلفة من الاكتئاب. واخدهم في مكان وقعد معاهم 6 أسابيع، وبشكل يومي كان بيعمل معاهم تدريبات متخصصة جدا في الامتنان عشان يشوف قد ايه معدل الاكتئاب ده ممكن يقل مع الوقت، قد ايه عمق النوم بتاع الناس دي كان ممكن يتحسن. وبالفعل على مدار 6 أسابيع لقى أن المعدلات بتختلف ناحية التطور، إن فعلا الناس بتنام بشكل أعمق، إن الناس الضغط بتاعها بيقل، إن في ناس فعلا الاكتئاب بتاعها ابتدى يقل مع الوقت، والمود بتاعهم بشكل عام ابتدى يتحسن. وده يثبت فعلا إن الواحد لما يكون شاكر ويكون ممتن فعليا بيأثر مش بس على المستوى العقلي أو المستوى النفسي، لكن كمان على مستوى الصحة الجسدية. تاني سبب يخلينا نمارس تدريب الامتنان هو إن إحنا ما ناخدش الحاجات من حوالينا مسلم بيها. عارفين المقولة المشهورة إن الواحد ما بيحسش بقيمة الحاجة إلا لما تروح منه؟ في ناس كتير أو من حوالينا، فلوس كتير بين إيدينا، شغل إحنا بنروحه كل يوم، ناس بنقابلها والعادي بتاعنا إن هم يكونوا موجودين ويوفروا لنا الخدمات اللي هم بيقدموها لنا، وكل ده taken for granted وكأنه شيء مسلم بيه مش بنهتم بيه. لكن الحقيقة لما الحاجات دي كلها بتختفي من إيدينا بنحس بقيمتها. تدريب الامتنان بيساعدنا إن إحنا
ما نوصلش للدرجة اللي فيها نزعل لما نفقد الحاجات دي، لأن احنا اوريدي كنا ممتنين ليها وقدرنا نستفيد منها ونفيد الناس اللي حوالينا ونعبر لهم عن قد ايه احنا شاكرين الخدمات اللي بيوفروها لنا. ثالث سبب ان الامتنان بيساعدني ان انا يكون عندي حاجة اسمها التحفيز الذاتي او السيلف موتيفيشن. اغلبنا بنحتاج دايما محفزات كل شوية عشان تخلينا نبقى في مود كويس، تخلينا نبقى في طاقة كاملة ان احنا نعرف نسرفايف في الحياة. الامتنان بيساعدنا ان احنا ما نستناش حد يزقنا او يقول لنا اي ايجابيات من حوالينا، لكن الامتنان بيساعدنا احنا بنفسنا نشوف بعينينا ونستمتع باللحظة اللي احنا فيها، فنلاقي الانرجي عمالة تزيد وقت ورا التاني انه يس انا اقدر اعمل كده، يس الايام من حواليا كويسة، يس في ناس من حواليا كتير قيمة والفاليوز اللي بتقدمها لي كويسة جدا. فبالتالي بيبقى عندي طاقة اني انام واصحى تاني يوم بكامل الانرجي ان انا اسرفايف. ورابع سبب، والحقيقة السبب ده سبب شخصي أنا كمان اختبرته جدا، إنه الامتنان بيساعدني إن أكون شخص متعاطف مع الناس، عندي passion وcompassion تجاه الناس من حواليا، بالذات الناس اللي شخصياتها صعبة وبالذات الناس اللي بتأذينا كتير في حياتنا. مفيش بني آدم طول الوقت وحش، مفيش بني آدم طول الوقت بيعمل فيا أذية. الامتنان بيساعدني إن كل شخص بقابله مهما كانت شخصيته صعبة عيني بسهولة تبص على الإيجابيات اللي فيه، ولاقي نفسي وقلبي مستعد إنه يدور إيه الحاجة اللي تديني أنا سبب إني أقبلك وإني أتحرك ناحيتك وإني أقرب المسافة بيني وبينك. وبالتالي بلاقي إن الكومباشن ده والتعاطف ده بيقربني من الناس من حوالي ويخليني أقل عدائية مع الناس من حوالي. طيب إزاي أقدر أعمل ده؟ وإزاي أخلي الجراتيتيود والامتنان جزء أساسي من اللايف ستايل بتاعتي كل يوم؟ هنلاقي شيت موجود في الديسكريبشن تحت يساعدنا على خطوات هعملها معاكم دلوقتي في الفيديو، وكل خطوة تقدر بسهولة توقف الفيديو وتمارس الخطوة دي قبل ما تتنقل للخطوة التانية. أول خطوة، اقعد 10 دقايق اكتب 3 حاجات على الأقل انت ممتن ليها، حاجات حصلت في يومك. التدريب ده تقدر تعمله أول ما تصحى أو قبل ما تنام. أكتب إيه؟ ممكن أكتب إني أنا ممتن للأشخاص أنا قابلتها النهاردة، حاجة حلوة حصلت لي النهاردة، رسالة أنا استقبلتها النهاردة، رسالة أنا بعتها لحد النهاردة، حاجة لما حصلت ادتني إحساس بالسعادة والراحة. تاني خطوة، خد 5 دقايق دلوقتي حدد حاجة هي اوريدي موجودة في حياتك، شيء مسلم بيه، زي مثلا المية النظيفة، الأكل اللي جوه التلاجة، البيت اللي أنا عايش فيه، المرتب اللي باخده آخر الشهر. وتخيل إن الحاجة دي ما بقتش موجودة، هتعمل إيه؟ حاسس بإيه إن الحاجة دي مش موجودة دلوقتي؟ خد وقت، اشرك مشاعرك، اشركي أفكارك ما بين الحاجة دي كانت موجودة والحاجة دي ما بقتش موجودة خالص. وخد وقت مع نفسك كده، خد نفس وشوف أنا قد إيه ممتن إن الحاجة دي فعلا موجودة في حياتي، واكتب الكلام ده في 5 دقايق دي. 3 خطوة، في 5 دقايق اللي جاية فكر في حد عمل لك حاجة حلوة قوي خلال الأسبوع اللي فات أو على الأقل الشهر اللي فات، واكتب له thank you note. إن احنا بنشكر بعض دي بقت حاجة نادرة دلوقتي، إن احنا ناخد الوقت من حياتنا إن احنا نوصل لبعض رسائل امتنان، إنه شكرا أنا فرق معايا إنك عملت معايا الموقف ده، أنا فرق معايا وقفة الجدعنة اللي أنت وقفتها معايا، أنا فرق معايا إنك رحتي معايا المشوار ده، إن أنتي كنتي بتبيبي ست ابني أو بنتي الوقت ده وأنا رايحة أعمل مشاويري. just send a text message، اكتب رسالة. أنا وجوزي قررنا في الكريسماس ده إن احنا نعمل كريسماس كاردز، إن احنا نكتب كريسماس كاردز نبعتها لكل الناس حوالينا اللي وقفت جنبنا الوقت اللي فات، وناس احنا بس ممتنين ان هم موجودين في حياتنا. وعايزة اشجعك انت كمان اعمل ده، بالذات ان احنا في موسم فيه احتفال وراحة وبنخلص سنة وبنبدأ سنة جديدة. اخر خطوة ممكن تكون خطوة صعبة شوية علينا، لان انا عايزة اشجعنا ان احنا نفكر في حدث مؤلم حصل لنا في حياتنا، او حدث مؤلم حصل لنا recently في حياتنا. فكر في الحدث ده، ايه النتائج الإيجابية اللي ممكن تكون طلعت بيها من الحدث ده؟ ايه حاجة ممكن أكون اتعلمتها عن الحياة بسبب الحدث ده؟ ايه حاجة في شخصيتي اتغيرت بسبب الحدث ده؟ وايه كان ممكن ما اتعلموش لو ما كنتش اتعرضت للموقف ده؟ هل أنا قادر دلوقتي أكون ممتن لوجود حدث مؤلم في حياتي، قادر أتقبله، قادر أعديه؟ أنا عارفة إن يمكن أغلبنا مش بيفكر إن أنا ممكن أكون ممتن لأحداث مؤلمة تحصل لي، لكن الحقيقة الأحداث المؤلمة دي بتمارك حياتنا، بتطور من شخصياتنا،
والجراتيتيود بيساعدنا ازاي نكون شخصيات إيجابية، ما ننزلش تحت المواقف، لكن نخلي المواقف دي نطلع منها عصارة ثمرة نقدر فيها نكون مستمتعين بالأبجريد اللي حصل لنا نتيجة الأحداث دي. الأسئلة دي والتدريبات دي بتساعدنا مع الوقت إن احنا يكون الامتنان ده مش مجرد تدريب بعمله في 10 دقايق أو ربع ساعة، لكن بيعمل الشيفتنج زي ما كنا بنحكي، إن أنا all in all أكون شخص إيجابي. ومع الوقت لو بمارس التدريب ده على الأقل مرة في الأسبوع، وياريت يبقى كل يوم سواء الصبح أو بالليل، مع الوقت بيخلي مخي يتبني جواه باترن إنه أنا بدور على الحاجات الحلوة، الحاجات المفرحة، الحاجات المشبعة. وأوعدكم إن التدريب ده مع الوقت هيخلينا إحنا نفسنا نكون شخصيات مشبعة وفرحانة. أتمنى الحلقة دي تكون بتفيدنا كلنا، وأتمنى التدريب ده يبقى جزء أساسي من حياتنا، بالذات وإحنا بنخلص السنة دي وداخلين على سنة جديدة. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى إن الموسم ده يبقى موسم مشبع لينا كلنا. Thank you for watching، وأشوفكم في حلقة جديدة من Inside Out.